حبايبنا واصدقائنا في الخير، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه موسم الحصاد. مزارعين مصر وكل عام والامه الاسلاميه بخير وسلام. من داخل قريه النافع مركز مدينه فاقوس هننزل نسجل مع اخواتنا واهالينا مزارعين محافظه الشرقيه مركز ومدينه فاقوس، وهيبقى معانا لقاء مع المزارعين من داخل ارض الحاج محمد ابو سردينه ابو عبد الله الغالي علينا، هو ضي عينينا. هنسجل مع المزارعين. نحب نتعرف على اسمك. سيد فتحي اسماعيل. بنرحب بيك معانا من خلال بث المباشر في كلام مع الفلاسي. وكل سنه ومزارعين مصر بخير دايما وسلام. وشغلتك ايه هنا في على الآلية هنا؟ احنا بنشيل ونحط على الدراسه. منين حضرتك؟ السعادة. من السعادة. يا مرحبا، نورت الدنيا. مرحبا بيك يا باشا. دايما احنا بنحب نوصل صوره للناس على الزراعه والحصاد. موسم الحصاد الغله بيعني ايه للفلاح؟ بيعني كل حاجه، يعني حصاد الادراس كل حاجه، يعني المفروض يعني الغله اللي من دول يكون ايه سعرها مظبوط. بس يعني بالنسبه تعرف انت اسعار الارداب بكام؟ اسعار الارداب دلوقتي ب 1950. وبالنسبه للمحصول السنه دي افضل ولا السنه اللي فاتت؟ لا السنه دي افضل. السنه دي افضل. ايه العيوب اللي كان في السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت برضه العيوب كانت افضل من السنه دي. افضل من السنه دي. ايه احد الاسباب؟ اتفضلي معانا. برحب بيكي معانا على البث المباشر. بتعرف باسمك؟ كريم احمد محمد سلام. يا مرحبا، كل سنه وانت طيبه وانت بالصحه والسلام. ايه الفرق بين الموسم السنه اللي فاتت وموسم السنه دي؟ الموسم السنه اللي فاتت كان احسن من السنه دي كتير. بالنسبه للنطره بتاعت السنه اللي فاتت، النطره عامه هي احسن من الكيماوي، وفيها فايده لكل حاجه. فايده للزرع يعني. فايده للزراعه، فايده للغله. طبعا السنه دي ما نطرتش خالص في الغله، وطبعا الغله السنه دي ضعيفه خالص عن كل سنه. هي السنه دي حصل ازمه مع المزارعين، الناس حصدت وبعد ما حصل سقوط امطار يعني. حصلت نطره يوم او يومين بس، نطره مش اللي هي ده الكلام ده بعد ما انحصدت، لكن الاول كانت بتنزل نطره وهي لسه خضره. يعني افضل حل للامطار افضل من الكيماوي وافضل من المبيدات. النطره احسن من 100 اي كيماوي لاي حاجه عامه من عند ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. تعرفي ايه اسعار الارداب؟ لا بصراحه مش عارف الاسعار، بس بالنسبه للزراعه والفلاحه السنه اللي فاتت في الزراعه كان احسن من السنه دي. كل سنه وانت طيبه وهذا الايام بالصحه والسلام. تعرف على حضرتك؟ الشيخ علي ابو علي. على صوتك يا عم الحاج. الشيخ علي ابو علي من قريه النافع، بنساعد الحاج محمد بس في موسم الحصاد ده. كل سنه وانت طيب بمناسبه موسم الحصاد، وبرحب بك معانا من خلال بث مباشر في كلام مع الفلاسي. احنا شغالين اهو رايح فين؟ انت معانا على الهوا مباشر. بنقول لك الصاد طيب وكل مزارع مصر بخير وسلام، وجعل موسم خير على الامه الاسلاميه جميعا يا رب. الرئيس طيب والامه الاسلاميه والجيش والشرطه في حفظ الله. كل سنه وانت طيب. تحيا مصر. تعال يا جمال، جاي لك. بنرحب بيك معانا من خلال البث المباشر. نتعرف على اسمك. صبري يونس من السنيطر، قرية السنيطر. يا مرحبا. الله يخليك يا باشا. دايما في موسم الحصاد الناس بتطلع الزكاه وبتطلع زكاه القمح والغله وزكاه المحصول. هل ده بيتم في الايام دي؟ من المزارعين بيطلع الخير قبل ما يودي البيت؟ اللي انا شفت النهارده مع الحاج محمد ابو سردينه عمل كل حاجه. كل حاجه بتتعمل في الدنيا كلها عملها الحاج محمد ابو سردينه النهارده. اللي شفت صراحه النهارده راجل بيت كرم. اللي شفت النهارده صراحه هو عمل كل حاجه، يعني مش ما روحش حد زعلان. تمام. كله روح مبسوط. اللي بيجي ياخد منه حاجه في الغيط روح مبسوط وما روحش شاط خالص. جالي اكتر عن 70-80 ناس على عبير سبيل الله. كله اتراضى الحمد لله. كله خير من فضل الله. كله اتراضى الحمد لله. ما فيش حد روح زعلان. وطبعا بالنسبه لايراد الغله السنه دي طبعا هو ضعيف، عشان بالنسبه للنطره ان الدنيا ما نطرتش السنه دي. فجلة النطره بتاثر على المحصول، على اي محصول عامه، على المحصول كله. لكن عم نول الدنيا كان فيها نطره. حصل سقوط امطار قبل الحصاد. عم نول كان فيه امطار كويسه، فتلاقي الايراد احسن من السنه دي. بس بالنسبه للامراض كانت في غله اكتر. الامراض كان اللي بتفحم. ايوه لا التفحم السنه دي نسبه التفحم قليله خالص. قليله بس حصل بالنسبه للايراد ضعيف. لا حلو يعني مش بطال. عشان بالنسبه للسعر، يعني سعر الغله السنه دي 1950 جنيه.
يعني هي بيلموها التجار ب 1950 بيوصلوها ب 2000 يعني بياخدوا في الارداب ب 50 نقل جنيه. وشيل بياخدوا في الارداب 50 يعني جنيه. المزارع افضل ان هو يتعامل مع التاجر بدل ما يتعامل مع لا مع التاجر بالنسبه انا عارف له قرش مضمون، لكن الفلاح مش هيجي ياخد شكاره اتنين لكن التاجر بيجي يلم المحصول كله على بعضه وليه 5 6 قروش بيجي ياخدهم من التاجر وخلاص على كده. كل سنه طيب ويجعل موسم خير وسعاده. الله يخليك يا باشا، الله يخليك يا باشا، يجعل كل سنه طيب يا باشا. كل سنه طيب. محمد ابو عبد الله اتفضل معانا. من داخل ارض الحاج محمد ابو سردينه قريه النافع مركز مدينه فؤوس، لنا لقاء على البث المباشر وبنهنئ كل فلاحين مصر بمناسبه موسم الحصاد. الفلاح بيتعب وبيشجع عشان اخر الموسم يلاقي رصيد يفرح بيه ويسد اللي عليه ويجوز ولاده وعياله. برحب بيك معانا من خلال البث المباشر في كلام مع الفلاسي. عرفنا باسمك. محمد عبد الحميد عطيه. يا مرحب بيك وكل سنه طيب بمناسبه موسم الحصاد. وانت طيب يا عم، ويجعلها موسم سعيد وخير عليك. احنا النهارده كنا بندرس والحمد لله ربنا رزقنا والحمد لله والخير كتير والحمد لله، نحمد الله على كده. الحمد لله كنا بندرس في الغله بتاعتنا والخير كتير ونحمد الله على كده. الخير طبعا من عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا اللي بيدي عشان الناس تدي. يعني ربنا بيدي بني ادم عشان يعطف على بني ادم. فانت تطلع لله بتلاقي خير كتير عندك الحمد لله. يعني نصيحتك لكل مزارع قبل ما يفكر يبيع ويشيل ويحط يطلع عشور الارض. عشور الارض بتطلع واللي له نصيب في حاجه باخدها، والحمد لله ربنا بيوسع على الواحد وبرزقه وبكتر الخير ان شاء الله. انت نصيحتك للفلاحين والمزارعين ان هو يطلع الزكاه عشان ربنا يكرمه طبعا باعلى منه ان شاء الله. كل من فضل الله. الارض ما بيطلع العشور بتاعتها وبيطلع زكاه الارض ربنا بيزود فيها وبحط البركه فيها والخير كتير والحمد لله. واحنا مش بنبخل على حد الحمد لله. من الصبح يا دوب الناس رايحه جايه هات شويه هات شويه، طلعنا اكثر من 3 شكاير للناس الغلابه. ما هو الافضل طلعها في مكان موثوق منه عن طريق مؤسسه او عن طريق ناس عارفهم، لكن احنا عارفين جماعه في جماعه سريحه العرب دول العرب دول سريحه دول باخدوا رزقتهم، واحنا عشور الارض طبعا بنطلعها في البلد للناس تستاهل. يعني حضرتك بتطلع خير الخير مرتين للعابر السبيل واهل البلد، وعشور الارض بتطلع للغلابه والناس اللي هم محتاجين في البلد. الحمد لله ان شاء الله بنطلع، احنا مش بنبخل على حاجه. ربنا يبارك فيكم. نتمنى مزارعين مصر وفلاحين مصر يعملوا زي عمل الحاج محمد. الخير من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي بيدينا عشان نعطف على بعضينا. وكل سنه وحضرتك طيب. هم ال 400 ماسكين بعض. معك 200 فكه؟ لا ما حدش. هنشوف لك في العشه دي بس. ما فيك وانتم ماشيين من صنيط. بنشكر حضرتك وسنة طيب وانت طيب، ويجعل موسم حصاد وخير وسعاده وغنى على المزارعين يا رب يا رب. طبعا حضرتك زرعت غله السنه اللي فاتت والسنه دي زرع غله. هل المحصول في فرق بينه السنه دي؟ والله الحمد لله الارض طالما يطلع منها عشور ويطلع منها للغلابه والمساكين ربنا بيبارك فيها وبحط البركه فيها الحمد لله. فاحنا الحمد لله يعني مش بنبخل على حد وربنا رزقنا والحمد لله، والرزق عومه وانت شايف هو رزق خير كتير والحمد لله. ربنا ينعم عليك بالخير والصحه والسعاده، وربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك يا عم عبد الله. وكل سنه وحضرتك طيب وان شاء الله دايما كده في خير وسعاده دايما يا رب. وانت طيب. وايه المحصول اللي بيزرع بعد الغله؟ المحصول اللي بنزرع بعد الغله الرز. يعني بنخش من رغيف العيش نخش على انجر الرز. على حوج الرز على طول. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا عم. حبايبنا واصدقائنا في الخير، كل سنه وانتم طيبين وكل عام والامه الاسلاميه بخير وسلام. كان معكم عبد الله الفلاسي من داخل قريه النافع مركز ومدينه فؤوس. السلام عليكم.